اهلا بيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنتكلم ان شاء الله في الفيديوز دي على الداتا اناليسيس. هنبدا نفهم مع بعض يعني ايه داتا اناليسيس، ايه هي البروسيس او ايه هي الخطوات اللي احنا نمشي عليها عشان نتعلم داتا اناليسيس، او ان احنا كمان نشوف المشروع او ايه الخطوات الخاصه بالمشروع اللي احنا بنمشي عليها. هنبدا نتكلم كمان على responsibilities او المهام الخاصه بالداتا اناليست، هو بيعمل ايه، المفروض ايه اللي هو يعمله، ونبدا نفهم مع بعض كمان. وهنشوف ايه هي الحاجات اللي الشركات طالباها او متطلبات الشركات او الجوب ريكويرمنتس اللي الشركات طالباها في اي داتا اناليست، عشان نكون عارفين لما نيجي نتعلم مثلا او لما يجي اي شخص يتعلم يكون محتاج يعرف ايه ويكون محتاج يتعلم ايه بالظبط، وايه هي الحاجات اللي الشركات طالباها، فبالتالي يروح يذاكرها او يتعلم عليها او يفوكس عليها ويبدا ان هو يتعلمها، وان شاء الله يلاقي وظيفه بكل سهوله وبكل بساطه في اي شركه يتمناها ان شاء الله. خلونا نبدا مع بعض. اول حاجه محتاجين نعرف يعني ايه داتا اناليسيس. ماشي، الداتا اناليسيس دي عباره عن بروسيس او عباره عن عمليه زي اي عمليه في حياتنا او اي حاجه بتحصل في حياتنا، هي عمليه بتحصل بشكل مستمر او بتمر ببعض الخطوات او ببعض الحاجات اللي احنا بنمشي عليها. العمليه دي بتبدا انها تنكلودد او بيكون فيها ان احنا بنعمل كليننج للداتا. يعني ايه كليننج للداتا؟ يعني ممكن نشوف الداتا يكون فيها بعض المشاكل او بعض الايرورز، بعض الميسنج فاليوز او القيم المفقوده في مثلا بعض الانكونسستنسي داتا او الحاجات دي كلها نبقى نتكلم عنها مستقبلا عامه. ولكن فكره ان احنا نعمل كليننج للداتا ان احنا نبدا نشوف المشاكل اللي فيها ونبدا نعالجها ونصلحها ونحسن منها، عشان الداتا كلها تكون في شكل واحد او في شكل او في افضل شكل، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل عمليه الاناليسيس او الداتا اناليسيس تبدا انها تكون في افضل شكل، ما يكونش فيه اي مشاكل او اختلافات في الداتا. بنعمل تشينجنج للداتا، يعني ممكن ان احنا نغير شكلها، نعدل في الفورمات بتاعها. ممكن ان احنا مثلا الداتا يكون عباره عن 3 او 4 كولوم، نغير الكولومز دي نخليها مثلا 5 6 7 كولومز مثلا، نعمل اكستراكشنز للكولومز الموجوده او نعمل فيتشر اكستراكشن، فنبدا نطلع فيتشرز اكتر من الداتا اللي عندنا. بنبدا نعمل بروسيسنج، يعني بنبدا نطلع عمليات بقى ونطلع او نفهم معلومات عن الداتا اللي عندنا عن طريق ان احنا بروسيسنج الرو داتا عشان نكستراكت اكشنبل وريليفنت انفورميشن. ده كله بيساعد البيزنس اللي عندي ان هو يميك انفورمد ديسيجن، ودي حاجه مهمه جدا ان البيزنس اللي عندنا او اي بيزنس احنا شغالين فيه هو بياخد قرار بناء على معلومه، مش بياخد قرار بناء على احساس او بياخد قرار بناء على اكسبيرينس معينه. حاليا البيزنس كله بالملايين والمليارات، بالتالي الاحساس او الخطا في القرار طبعا بيكلف كتير جدا، فالقرار بناخده بناء على انفورميشن، بناء على معلومه نقدر ان احنا ناخد قرار بناء عليها ونبدا نطبق الحاجه اللي احنا الحل او السوليوشن الخاص بيه. والبروسيس دي كلها او العمليه دي كلها بتساعدني ان انا ابدا اريديوس الريسك الخاص بالبيزنس. ان انا مثلا لو في منتج معين انا بنتجه وبقالي مثلا شهرين بخسر، فانا كداتا اناليست عرفت ان انا اخر شهرين مبيعاتي قلت في المنتج ده، فبالتالي عن طريق الداتا اناليسيز انا بقول للبيزنس انه المنتج ده بيخسر فمحتاجين نعالجه او نقلل من الانتاج بتاعه او نوقف الانتاج بتاعه او وريفر بقى البروسيس او الحاجه اللي احنا هنطبقها في البيزنس. بس انا كده ساعدت البيزنس ان هو يريديوس الريسك، يعني يقلل الخطر من ان هو كان يفضل ينتج المنتج ده. وده كله بعمله عن طريق ان انا بستخدم الستاتستكس، بستخدم التشارتس، الجرافس، الفيجواليزيشن، الديسكريبتيف ستاتستكس، الاي دي اي. الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا افهم الداتا عامه واطلع منها اكشنبل انسايتس. فبكل بساطه او بكل اختصار الداتا اناليسيس هي عباره عن عمليه ببدا من خلالها ان انا افهم الداتا اللي عندي وابدا ان انا اظبط الداتا واشوف ايه المشاكل اللي فيها وابدا ان انا اوحد الفورم بتاعها. لو محتاج ان انا اطلع منها انسايتس او محتاج ان انا اطلع منها اكستراكت كولومز منها، طبعا بعمل كده وببدا اعمل بروسيسنج وعمليات على الداتا، بعمل فيجواليزيشن، ببدا اشوف المشاكل اللي عندي او الاسئله الخاصه بالبيزنس اللي عندي وابدا ان انا احاول ان انا اعالجها وافهمها واحلها. واقدر كمان ان انا ممكن اريكومند سوليوشن او ان انا اقول حل للبيزنس اللي عندي. كل ده هدفه او الهدف الاساسي لاي داتا اناليست ان هو يبدا يساعد البيزنس ان هم ياخدوا قرار بناء على معلومه من خلال الداتا، وليس بناء على احساس او بناء على اكسبيرينس او ايا كان الحاجه دي. وده كله بيساعدني برضو او هدف اساسي من اهدافي كداتا اناليست ان انا اساعدهم ان هم يقللوا الريسك بتاعهم ويعلوا البروفيت او يعلوا الارباح الخاصه بتاعتهم عن طريق ان انا بشوف الداتا وايه المشاكل اللي فيها وايه هي الباترن اللي بتحصل فيها والحاجات دي كلها. هنتكلم عنها في الفيديو التاني الخاص بالبروسيس.